بس طيب ايه اكتر نصيحة ممكن تنصحها النهاردة لو حد النهاردة عايز يبتدي ان هو يبقى عنده موجود يعني في البلاتفورم، ان هو بيبتدي بقى صانع محتوى يعني وعايز يبتدي، ايه اكتر نصيحة ممكن تديها له، خصوصا ان هو لسه في البداية كده، لسه بيور او بكر زي ما بنقول يعني؟ بيقول أيوة. طيب اهم حاجه زي ما انا قلت ان الفكره بتاعتك تكون كاتبها ومنظم الحاجات اللي هتتكلم فيها، تحضر 5 6 حلقات في الاول، حلو. وتبدا ان انت تصور الفيديو بتاعك وتعرضه على حد من الناس القريبه منك، حلو. يعني اصحابك، عيلتك، تشوف رايهم ايه، حد تعرفه مثلا تستشيره على مواقع التواصل، حد خبير في صناعه المحتوى او في التصوير، او يقول لك رايه ايه، تعدل الحاجات دي كلها وتنزل باول فيديو. اول فيديو ما جابش مشاهدات زي ما انت كنت بتذكر من شويه، اوعى تيأس خالص. مستر بيست بالمناسبه لما نزل اول فيديو ما كانش جايب مشاهدات قويه، دلوقتي بقى مستر بيست اللي احنا عارفينه اللي هو الايدول بتاعنا في يوتيوب. طبعا. فانت لازم تنزل 2 و3 و4 و5، وممكن بعد ال1000 عادي جدا تلاقي الفيديو بتاعك جاب مشاهدات. هو فيديو زي ما انت قلت هياخدك ويوديك في حته تانية، فانت لا تيأس، تكمل. لازم على طول تبقى مواظب على صناعه المحتوى. صناعه المحتوى مش شهر واريح، لا ده انا لازم اكمل يعني 2 3 4 2 لحد ما ابدا اشوف النتيجه. بودكاست بالشقلوب.